انا دايما اقول ان ازها one of the top في الكوستال بروجكتس في مصر كلها. يكفي ان اقول لك ان مجموعه مدار تمتلك مجموعه فنادق زي سان رايز وتانوك وميراكي ووايت هيلز. فلما يجوا يعملوا مشروعات ساحليه هيعملوها ازاي؟ الموكب اللي احنا واقفين قدامه ده تاني مشروع كوستال لنفس الشركه، يمتلكوا مشروع في العين السخنه وحاليا مشروع في نيو زايد او الشيخ زايد الجديده، وده مشروعهم التاني وهو ازها نورث كوست. المشروع ده موجود في كيلو 214 بجانب خليج راس الحكمه. ده المشروع الوحيد اللي يعتبر جزء من الخليج، التعاون ما بين مصر والامارات. المشروع الوحيد ده هو الموجود في جزء من الخليج ومشروع مصري خالص. المشروع ده قائم على 220 فدان، مشروع مش كبير، مشروع صغير، ولكن في مميزات وماستر بلان وكواليتي مختلفه تماما. يكفي ان انا اوريك 220 فدان عليهم بيتش فرونت حوالي 750 متر، فده عرض شط مميز جدا على مساحه مشروع صغير، بلس ان في 45 فدان كريستال لاجون من شركه كريستال لاجون، ودي مساحه مش موجوده من الكريستال لاجون في الساحل الشمالي كله. في خدمات كتير زي كوميرشال اريا من بينوي، زي 2 كلاب هاوس، واحد عند الكوميرشال واحد في نص المشروع، زي فندق، واكيد الفندق او الاوتيل هيكون من براند من البراندات الخاصه بالشركه. كمان عندك تايبس مختلفه، عندك فيلل، توين هاوسز وستاند الونز على البحر على طول، عندك توين هاوسز وستاند الونز بيشوفوا لاجون وبيشوفوا بحر، عندك مرحله ناوس ودي شاليهات بتشوف البحر وبتشوف اللاجون 360، وعندك توين هاوسز وستاند الونز جوه اللاجون في قلب الميه. عندك شاليهات في أجمة بتبتدي من غرفه واحده وغرفتين وثلاث غرف دايركت لاجون. طب انا ليه يا مصطفى اشتري في ازها؟ اشتري في ازها عشان شويه حاجات. اول حاجه البراند والكواليتي والتشغيل ممتاز، مفيش اي كلام عليهم. تاني حاجه فاسيلتي وامينيتي، هو المكان والحاجات اللي انت محتاجها كلها موجوده هنا، مش محتاج تخرج بره. بلس ان انت في قلب خليج راس الحكمه، فلو انت بتنفست فالمشروع ده تقريبا بتلت الاسعار او بنص الاسعار اللي هتكون موجوده في قلب الخليج. بلس ان انت عندك كل التايبس، يا بتشوف بحر يا بتشوف لاجون، مفيش حاجه هنا ما بتشوفش فيو. عايزك تبص على اسعار الساحل والقرى والريزورتس والبراندات والديفلوبرز الاصغر من ازها والاقل من ازها، هتلاقي الاسعار متقاربه جدا، وهتلاقي ان في بعض الاحيان ازها اسعارها اقل من براندات اصغر منها وما عندهاش نفس الاكسبيرينس ولا نفس الجوده. فتخيل معايا ان في هنا شاليهات 1 بدروم تبدا من 13 مليون جنيه على 9 سنين اقساط، وتخيل معايا انك عندك 2 بدروم من 16 مليون برضه على 9 سنين اقساط، 3 بدروم من 18 مليون. كمان عندك شاليهات في ناوس اللي هي بتشوف البحر بيبتدي من 21 مليون، وعندك حاجات ب 18 بسيطه في ناوس من ال1 بدرومز. عندك توين هاوسز بتبتدي من 32 مليون، وعندك حاجات على البحر بتبتدي من 45 مليون، وكلها بيمنتس بلان على 9 سنين ب 5% بس معدل. انا هنا مش قصدي ان ابيع لك على قد ما قصدي ان اعرفك ان المشروع ده فعلا لو انت مش واخد بالك منه وبتشتري في مشروع تاني في الساحل، لازم تركز مع ازها. الكواليتي بعرض البحر باللاجونز بالفاسيلتيز باسم ازها بوجوده في راس الحكمه يخليه يكسب على مشروعات تانيه كتير. ولو انت حابب تسال او تستفسر عن مشروعات تانيه ابعت لي في الكومنتس او كلمني على رقمي وانا هجاوبك بكل التفاصيل.